القيادة أفضل من الإدارة، لا الشخص ده مدير، لا الشخص ده قائد، لا ده العكس. وهل الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده إشاعات؟ تعال نعرف الفرق ما بينهم. أول حاجة خلينا نبدأ بالإدارة. فالمدير هو الشخص اللي بينظم الشغل وبيتأكد إن كل حاجة ماشية زي الخطة تمام، وبيحل المشاكل اليومية وبيتابع التنفيذ خطوة بخطوة. باختصار الإدارة هي تنظيم وتنفيذ وخلق الاستقرار في العمل. أما القيادة فالقائد هو اللي بيحفز الفريق، بيشارك برؤية واضحة للمستقبل وبيكون مصدر إلهام للناس اللي حواليه كلها. والقائد بيعرف إزاي يخلي الفريق يبذل أقصى جهده ويدفعهم للإبداع بجد. يعني القيادة هي توجيه وتحفيز وتجاوز التحديات. طب إزاي الاتنين بيكملوا بعض؟ المدير بيوفر النظام والقائد بيوفر الإلهام. الإدارة بتخليك تحقق الأهداف بشكل منظم، والقيادة بتخليك تحققها بحماس وحب للشغل. والمدير بيركز على النتائج الحالية والقائد بيركز على التطوير المستقبلي. وبكده نقدر نقول ان القيادة والإدارة هم بالظبط زي جناحين الطيارة، من غيرهم ما ينفعش الدنيا تمشي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو علشان